يا ابن الكلب يا بلغة، انت بترمي على راجل صاروخ ليه؟ يا بيه هم اللي رموا عليا صاروخ الاول. هم رموا عليك ايه؟ ولا هم رموا عليا صاروخ؟ تقوم ترمي على ابوهم الصاروخ؟ يا عم انا مالي؟ يا ابن الجزمة اتخانق امسك اكسر دماغك دلوقتي. يا بيه تظن اني بقول لك هم اللي رموا عليا صاروخ؟ انا طالما رميت انا بقى على ابوه. طب وانت بترمي على ابوهم ليه يا ابن البلغة؟ انا ما لقيتهمش قدام ابوهم، هم كانوا في البيت، راح ابوهم خالد في وشك رميت الصاروخ وقع في عبه. انا بقى راجل اتعور يا ابن الكلب. يا عم انا مالي؟ طب اقعد هنا، اياك تنزل الشارع تاني. لا ماليش دعوه، انا عايز انزل. تنزل تروح فين؟ انا عايز انزل عشان العب مع اصحابي. اقعد ياض هنا اهو. ماليش دعوه، انا مالي؟ لو نزلت تاني ابو العيال هيمسكك يقتلك. يا بيه والله هم اللي عملوا الرخمه، اعمل لهم ايه؟ طب اقعد هنا طيب. لا انا عايز انزل يا ابويا. اقعد هنا احسن لك. ماليش دعوه. اقعد يا. لا انزل. مش هتنزل. يا عم هم اللي رموا عليا صاروخ. وانت بترمي على ابوهم ليه؟ ما انا جيت ارمي عليهم، هم راح ابوهم طلع في وشي، اعملوا ايه؟ انت بتقندل وقت ساكت بقى. ماليش دعوه. بقول لك ايه، تعالى شغلك. عايز ايه؟ تعالى شغلك، خليك تنزل تشتغل مع واحد تعمل الكنافه وقطايف، يلا. ايه؟ تشغلني ليه؟ تعالى دي شغلانه حلوه، احنا في موسم اليومين دول هتكسب احلى فلوس. هتشغلني عند مين؟ تعالى شغلك عند ابو ياسر بتاع الكنافه والقطايف، يلا. لا يا عم مش هشتغل، عايز العب مع اصحابي في رمضان. تعالى شغلك معاه هناك تقف تلم كنافه. لا بقى مش هشتغل. تعالى شغلك مع ابو ياسر تلم كنافه وتلم قطايف، دي شغلانه حلوه هتديك فلوس حلوه. فلوس ايه؟ هتكسب فلوس حلوه بدل ما انت مرمي في الشارع زي الصيع. يعني هيديني فلوس كتير؟ يا ابن البلغه ده هيديك 200 جنيه في اليوم. 200 جنيه؟ 200 جنيه في اليوم. طب انا عايز العب مع اصحابي في رمضان ابويا. هيمشيك بعد، خليه يمشيك بعد الفطار تيجي تلعب مع اصحابك. همشيني بعد الفطار. خليه يمشيك بعد الفطار تيجي تلعب مع اصحابك. طب هيديني كام بقى؟ بقول لك يا ابن الجزمه هيديك 200 جنيه. ماشي شغلني معاه عشان اجيب بندقيات في العيد، ماشي. بس ما تشكلش عنده. حاضر ماشي. ابويا عايز ايه؟ رايح فين؟ انزل اخد الكلب ده اروح اشغله عند ابو ياسر الفطاطري بتاع الكنافه والحاجه بتاعت رمضان. شغله ليه؟ عامل لي مشاكل في الشارع، اروح اشغله عنده هناك. هو هيعمل لك مشاكل برضه عند ناس مش هيشتغل. بس اقعد انت مالكش دعوه. يا عم تشوف مشاكل هناك ويخرب الدنيا، ده مش بتاع شغل ده. بس يا ابن البلغه. يا عم ده بتاع شغل. انت مالك؟ صحيح انا مالي. يلا غرفه ده مالكش دعوه. ماشي ماليش دعوه، بس ده مش بتاع الشغل وهيخرب الدنيا عند الناس وهيخلي الناس تيجي تشتكي لك منه. يلا امشي. مالي. يلا بينا. ماشي يلا بينا. ولا يا امي فيا هو رايح يشغله عند الناس بتوع القطايف والكنافه. راح يشغل مين؟ عمر وراح يشغله لا معرفش. وانا عايز ادي في شغلي ده. بقول له ده مش بتاع شغل ومش هيشتغل وهيخرب الدنيا عند الناس، مش عايز يسمع الكلام. قلت له بتصدقوا شغلوا لا. يقول لي يا عم مشاكل في الشارع ورمى على الناس صواريخ. صواريخ وخرا ايه وراح فين؟ قالوا ونزل. طب انت علي انت علي. انا مش هندى على حد، انا مالي. ولا انت علي يعني هو هيشتغل معايا؟ والنبي يا حاج ياسر شغاله معاك في موسم رمضان دي كده، الله يبارك لك، بدل ما يلعب في الشارع بالصواريخ مع العيال. عينيا ليه؟ سيبهولي وانا اظبطه. الله يبارك لك يا حاج ياسر، الله يبارك لك يا حاج. هو اسمه ايه؟ اسمه عمر، هو عيل جدع وهيسمع الكلام، وبص هيبقى معاك شغال كده، انت بس وجهه وهو هيسمع الكلام. ماشي يا حاج، توكل على الله وسيبهولي. لا تخش اشتغل مع عمك ياسر يا. يا ابويا هيديني فلوس حلوه؟ هيظبطك ويديك فلوس حلوه. ماشي يلا بينا. يلا بدل ما انت شغال في الشوارع. قلت لك ماشي خلاص، ما انا هشتغل اهو. يلا خش بقى اتكل على الله. ماشي ماشي يا ابويا. خش في شغلك بقى. ماشي يا عم داخل اهو. جاتك القرف. ماشي. ايه ده؟ اوعى يا الله يخرب بيتك. ايه؟ انت عبيط، هتحط ايدك على النار. والله ما اعرف اعمل ازاي، انا فاكرها مصطبه. باين عليك غبي وابوك بلاني بيه. والله يا عم ياسر والله انا مش غبي، انا بعرف اشتغل، شغلني انت بس وانا هبقى شغال. خد المقشه دي بقى اهو. وانا كل ما اروح عند حد اشتغل يقول لي خد اجنس، وانا شغال كالناس يا عم، الحاجه عايز اشتغل. انت بتفهم في الشغلانه دي؟ لا ما بفهمش. اخلص بقى يا حبيبي لحد ما تتعلم، وانت مفكر نفسك هتبقى صنايعي من اول يوم؟ يا عم ماشي، بص اديني خلينا اقف على الفرن ده، امسك البتاع اللي بتعمل كده واعمل كده. اكلت بس يا حبيبي اكلت. لا وانا بقى يا عم ياسر انا مش عايز اشتغل كالناس، انا عايز اشتغل اكل كنافه واعملها. انت باين عليك احطك في الفرن. لا يا عم خلاص، انت فاكرني كنافه؟ اكلت طيب ما تجننيش. انا يا عم ماشي خلاص. ايه ده؟ الله يسامحك يا ابويا، كل ما تودينا عند حد يخلينا اكل. يا ابويا كنافه على الارض دي ولا ايه؟ يا عم الكنافه واقعه على الارض. يا ابني اكنس. يا عم ياسر بكنس التراب، انا بكنس كنافه واقعه على الارض. يا حبيبي اكنس مالكش دعوه. ماشي انا هلم الكنافه على جنب واخدها في كيس اروح واخدها معايا وانا مروح. يا حبيبي ده كنافه بايظه. يا عم هاكلها انا يا عم الحاج، احنا بناكل اي حاجه. يا ابني اكنس ما تغلبنيش. حاضر ماشي ماشي. طب انا بص انا عايز اقف هنا والنبي اديني البتاع اللي بتعمل كده، اعمل هنا كده. يا ابني هتقف على الفرن ازاي؟ عم ما تخافش والله، بس اديني البتاع وانا بص انا عارف ازاي بتقعد تعمل كده اهو كده اهو. يا ابني ارحمني. يا عم والله انا بعرف اعمل، والله العظيم انا كنت بعمل كده وانا صغير، بس البتاع وولع عليه الفرن. يا ابني همشيك. يا عم ياسر تمشيني ايه؟ انا عايز اساعدك، انا عايز اعمل لك كنافه والله، انت في البيت وسيبني انا اعمل هنا. يا حبيبي امسك المقشه واطلب. يا عم ما انا كنست والله، بس
باين عليك عايز تتضرب. ايه ده بس ده مع ايه ده والله العظيم والله العظيم انا عايز اساعدك واشتغل والله. يا حبيبي اهدى عليا شويه، انا عايز افهمك وهخليك تعمل كل حاجه، بس اصبر عليا شويه. يا عم ياسر والله انا وانا عندي 10 سنين كنت واقف على فرن زي ده وبعمل، اديني بس ومالكش. ابن 10 سنين ايه؟ ده انت محتاج لك 20 سنه كمان. خليني بس اعمل هنا، خليني اعمل هنا والله وانا بص عاجبك قوي. طب بقول لك ايه؟ لم الكنافه دي. لمها ازاي؟ مش عارف تلم دول وعايز تقف على الفرن. ما انا بعرف اعمل هنا وما بعرفش اعمل هنا. لا ده انت جاي تلعب بقى يا حبيبي. هي انا جاي العب. تعالى معايا جوه بقى. انا توديني تعمل ايه فيها جوه؟ تعالى هوقفك مع الصنايع اللي جوه. يا ها يا وليه فين الواد؟ نزلته يشتغل عند باسل فترات عشان اليومين دول موسم بيعمل قطايف وكنافه. وهشتغل هناك يعمل ايه هناك؟ هيشتغل يعمل ايه؟ هيلم كنافه. كنافه ايه يا حاج؟ قول انا مش عايز اشتغل. يقول ايه بيتخانق مع العيال تحت وبيرمي صواريخ على الناس ورامي على الراجل صاروخ كان هيولع فيه. راجل مين يا عم انت؟ مش عايز اشتغل فين؟ هيشتغل مع الراجل ده. يعني هو انا قاعد يشتغل الشغلانه دي ويفلح؟ يفلح. يا عم ده انت الجهاز بتاعنا يا باشا خدناه ما فلقاش. ما تنبريش انت بس فيها. كده يا حاج هاتوا لما الراجل يتخانق مني ويحطه في الفرن. جبت فرن ايه شك شاول على غرفه ده. يا راجل روح هاته. بقول لك كان هيولع في الراجل، رمى على الراجل صاروخ، الصاروخ وقع في عيب الراجل. يا عم راجل مين يجري هات الواد؟ قول وش. يا عم روح هات الواد. انا بقى اكمل بقى الساعتين الاخرين بقى في الصيام بقى، ما تفطرنيش عليك. طب اجري هات. لا يلا غوري. اجري هاته بقى. امشي بقى. يا عم اجري هاته وتعالى. سيبه هو هيشتغل ويعتمد على نفسه. يا عم يعتمد على نفسه ايه؟ يلا. يا عم اجري هات الواد. يلا غوري شوف هتعمل لنا فطار ايه. راجل هات الواد. يلا بقى غوري في 60 دقايق. انت يا عم. يا محمد السلم ده وقفه معاه. مين ده؟ خد ده. سايبني رايح فين؟ اول يوم ليك يا ابني. اول يوم بس انا عايز اقف على الفرن اللي بره بيعمل كده. انا بقالي 5 سنين ما وقفتش على الفرن، تعالى اقف جنبي هنا. يا جدعان انا عايز اعمل في البتاع دي والنبي ما تجننيش بقى. تعالى بس اقف كده على العجانه دي. انا مش عايز اقف على العجلات، انا عايز اقف على الفرن ماليش دعوه. طيب من فرج ومش طايق نفسي، تعالى. يا عم الحاج انا ما اقفش انا على العجلات، انا عايز اقف على الفرن والجو هنا حر اصلا. انت انا اللي بلدني ده دي يابا. والنبي اقول لابوك يوقفني على الفرن والنبي. يا عم اقف هنا الاول. يا عم انا مش عايز اقف هنا، عايز اعمل البتاع دي. ولا هتتضرب. ماليش دعوه بقى، انا مش هقف هنا. ده باين عليك عيل رزق. يا عم اسف يا عم اسف، انا مش عايز اشتغل في العجاله، انا عايز اعمل كنافه. يا ابني خرجت ليه؟ يا عم ياسر انا عايز اشتغل بتاع كنافه، مش عايز اشتغل بتاع عجينه. يا ابني ده عايزه صنايعي. ما هو انا صناعي. يا عم انت مش عارف تنطقها، هتشتغلها. يا عم ياسر والنبي شغلني على الفرن اعمل كده. انا هرن على ابوك يجي ياخدك ولا اقول لك روح. اروح فين؟ على ابوك. يا عم انا عايز اشتغل والله. يلا. طب خلاص والنبي شغلني هكذب والله. ولا هتكفت ولا تشتغل، انت غلبتني. يا عم ياسر والله العظيم انا بشتغل، شغلني انت معاك بس. انت لو ما مشيتش هحطك على صينيه الكنافه. يا لهوي وتعمل لي كنافه؟ حد قال لك ان انا كنافه؟ لا يا عم انا مش هشتغل يا عم الحاج. قول يا عم امشي. ابويا يا ده انت اللي جابك بالشغل يا. ابويا مش هشتغل مع الراجل ده ابويا. مش هتشتغل معاه ليه؟ انا مش عايز نقف اعمل كده بالكنافه. كنافه يا ابني الله يخرب بيت يا بابا انا عايز اكل سما، وانت كل ما توديني عند حد عشان تشتغل معايا يقول لك ناس. يا ابني ما انت لازم تركز عشان تتعلم الشغلانه. يا عم لا مش هشتغل. يلا نمشي على الشغل يا. يا بابا مش عايز خليني اعمل كنافه. ابني كنافه ايه؟ ايديه بتاعه واقعد اعمل كده. يلا يا ابني الجزمه على الشغل. يا عم انا عايز اكنس، انا ما بعرفش اكنس. يا ابني انت بتعرف تعمل كده اول يوم. ماليش دعوه بقى، مش هشتغل. يا ابني نجري نروح على الشغل. لا مش هشتغل، اخش صاروخ وانزل والله مع اصحابي. يا ابني اجري روح على الشغل بدل ما اضرب اللي جاب امك. يا عم لا. يا ابني صواريخ روح الشغل. يا عم لا مش هشتغل. انت يا ابني البلغه افتح. لا. اضرب اللي جاب امك لو رحت الشغل دلوقتي. انا بقى اخد علبه الصاروخ انزل اولع في الشارع. خد يا. يا عم انا هنزل افرح صاروخ مع اصحابي يا عم، انا مش بتاع شغل. خد يا ابني الجزمه. لا. انت اخر يا.